جرب ليه؟ جرب والله. بنحاول نقنع احمد يجي معانا. هاي وحشينا جدا. وانتوا كمان والله يا سلام السلام. هاي وحشين والله، دايما بنسافر معاها. على نفسها هاديه وهي مش هاديه قسما بالله. نعناع مفيش وقت. هم حاجات دي سفرية حلوة من غيرهم تبقى سفرية حلوة من غيرهم ولا مش حلوة من غيرهم؟ من غيرهم؟ أنا وأنت وندى بس. لا والله حلوة. حلوة؟ حلوة بس كانت أكتر كمان تبقى أحسن. يا رب تستفيد. إن شاء الله. الشتاء. الشتاء إن شاء الله. تبقى حلوة. تبقى حلوة إن شاء الله. إن شاء الله. عمالة تجري عشان خايفة القطر يمشي وهي تبقى راكبة فيه، فخايفة. بس هتنزل من هنا هنصورها. استنى هتيجي تسلم علينا هنا نصورها. تسأل أول حاجة على شنطة العوين. في دي وفي دي برضو فيها دي. صوت الزواج. الشنطة دي دي بس أنهي ندى؟ البيضة فيها ورق عنب. دي ورق عنب وكيك بس يعني فيها كيكة كمان. ايه ده؟ دي دي الملاية بتاعت جدة عشان لو التكييف بره. دي بتاعتك ولا بتاعت جدة؟ لا مش بتاعتي. بتاعت جدة؟ لا دي بتاعتي. الشنطة بتاعتها الملاية مش بتاعتها. طب المحشي محطوط قدام ولا ورا؟ هتلاقي اول حاجه بعد الكيكات والحاجات دي. بعدين انت اصلا ما ينفعش تاكل ورق عنب ده عشان ده المسافرين بس. بالظبط كده. ده في سلطة زبادي. اوعى عيب عليك. مظبطة الدنيا. تيجي ناكل العوين دلوقتي ونقعد ال 14 ساعة مش عارفين نعمل ايه. ده تمر. قلت اجيب متسلق. ده مش هوصلك لورق عنب. هتروح تنزل مش تحت. هما نزلوا خلاص كله بينزل عشان القطر قرب. حد عايز شحن طوارئ يا جماعه، باور بانك هنا كابل اي موبايل تواصل أحمد أهو. تواصل انا بص بيه احمد رايح لنا هناك. ننزل نشوفهم تحت ونطلع تاني. بصي نزلت لك بعد ما خلصت يا قلبي نزلت لك البتاع ده ورق العنب مخصوص. والله العظيم عرفت تربي يا بجد. مع ان انا كنت بقول عليها ان هي قليلة بس لا ما اقدرش. هناكل الاكل هنا بره سايبين جدة لوحدها جوه. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا بقى بلعوين بلالينا. بسم الله. ادي شطة الزوادي كمان. بصوا عليه. والله تسلم ايديك. يجي منه حلوة قوي والله. يلا ناخد اكلنا ونرجع تاني. ايه يا جد؟ وصلنا دلوقتي الجيزة ونفكر. حاسين ان احنا وصلنا المنيا يعني. لا انا بتكلم على حاجة تانية. يعني احنا قريبين صح؟ احنا عايزين نبدأ ناكل بقى فاهمين؟ يا دوبك بقى نفتح العوين ونشوف الكلام ايه ده عليه. ما بيقفش في الجيزة كتير. صاحب على طول. كملش 5 دقايق 5 دقايق ولا 10 دقايق تقريبا. بس والله محترمين كانوا عايزين يبدلوا عندهم نبدل بس. يلا انا هروح بقى العربيه بتاعتي هناك. عندنا مشكلة. لا بهزر يا جدع. استني بس نقول لك. بتكلم مع جمهوري. هتقعد بقى عايزين نتنقل نقول المشكلة اللي عندنا. ايه قولي لي. دلوقتي المشكلة ان لا المشكله الاكبر احنا هنبدا بالورق عنب ولا هنبدا بالستريبس؟ ايه ده؟ دي صدق مشكلة اكبر من ان انت اصلا في عربية تانية. هي مش قاعدة في الكرسي بتاعها. احنا في عربية 7 وهي في عربية 4. يا جماعة انا رحت لندى كانت هناك وجبتها وجيت في العربية بتاعتها عشان هي شخصية عاق ما رضتش ترد علينا على طول هتسافر ولا لا. فعشان كده ده والله يا بنتي ربنا يشوف الاجازه ذنب. والشغل. ده ذنب ان انت ايه بتتمرقع. لبست في حد. يلا الحمد لله. هوريها لكم. لا كان نفسنا نوريهم المغامرة ما بين ال3 عربيات. هنروح تاني. بريك كان عندهم وهنروح. رايحين نشوف ندى بس القطر مرعب ما بين العربيات. بصوا
هي دي عربية كام؟ عربية 5. ماشي شكرا. كده ندى العربية الجاية. دلوقتي الساعة 11 إلا تلت وعدينا أسيوط، تشيز حاجة كويسة، فإن شاء الله نأمل إن احنا نوصل أسوان بدري وما يتأخرش، يعني نوصل 12 ساعة. ندى ترازي في خلق الله. وحشتينا الكام ساعة دول. اقعد يلا. انت اصلا ملعب. شيلي دي، نرفع الكرسي ده. ايه ده البتاع عندكم دافئ قوي. التكييف وطوه، صح؟ وطوا التكييف. لا ما اعرفش، فجأة لقيتها حررت. كان التكييف اعلى من كده. تعالي اقعدي شوية. ده احنا انقذنا من ده ورق العنب، انقذنا من ايد احمد بالعافيه. دلوقتي احنا في بلد المواويل سوهاج، وصلنا الساعه 12 الا 8 دقايق. نعرف ايه الرقم اللي هو 54 ده، اللي هو ده مش عارفين ده ايه، يعني احنا فهمنا 28 دي الدرجه بره، 21 ده الدرجه جوه القطر، 54 ده ايه مش عارفين. حطيناها برضه في الحته اللي هي مع القطر، مش عارفه. وصلنا الحمد لله بالسلامة، ودلوقتي راكبين الكبوت عشان دي وسيلة المواصلات الرئيسية هنا في البلد. يا جماعة داخلين على بيتنا. اشتريتي ريحة؟ ممكن المفتاح؟ جدة يلا جدة، 12 ساعة ولا أكتر وإحنا قاعدين قدام البيت مش راضية تطلع لنا المفتاح. نزعل عليها. أيوه رش يلا. يلا يا جدة. احنا ورانا حاجة؟ أيوه ادينا. أيوه الله يخليك. ريحتها حلوة لذيذة. أنا جبت زي دي على فكرة. بجد؟ الولد شطور بيعمل ماركتنج حلو. لا بقى جلع ده. ممكن ده أيوه ده جلع. يلا يا جدة نحطها فيها يلا عايزين ايه هي جوه هنا، مش انت بتقولي هنا. ده الظهر هيقدر علينا. طب بحر نشف. الالوان الرسومات دي على فكره كانت حلوه يا جماعه والله، بس الشمس ايه، الشمس عملت الجلاشه مع الالوان. ورينا يا جدة المفتاح اللي انت مخبياه. واخده بالك الدنيا بدات على مهلك. احنا ورانا حاجه. يلا يا جدة. كيس جوه قاعدة نوصل للغز. ايه كل ده مفتاح بيت ده مش دي لو مغارة علي بابا المفتاح. هاي عايزة فنان. انا مالي. لا عايزة فنان بتاع البيت هناك في الكلام. ما هي ده التنين لين. وايه كمان؟ وعندي واحد عند محمد عاملين 3 جدك كنت عامل 3 الله يرحمه. الله يرحمه. 3000 ساعة عشان نجيب المفتاح يا جماعة. مفتاح ليبيا. السلام عليكم، الأخبار عاملين ايه؟ احنا جينا طبعا تعبانين جدا ونظفنا البيت فنمنا وريحنا، ودلوقتي الساعة 7 المغرب. فاحنا لبسنا أول حاجة لبسنا الجرجور اللي هو الزي النوبي، الاكسسوارز وده كده نوبي. ومفروض من العادات ان احنا لما نوصل البلد نروح نسلم على قرايبنا اللي هناك، جدودنا وخلاننا وعمامنا. دلوقتي احنا نمنا حبه حلوين والساعه 1:30، ومفروض النهارده اول ليله في ليالي الفرح. هنا الافراح بتبقى مختلفه شويه عن القاهره، يعني القاهره مثلا الساعه 1 دي الفرح يبقى خلص، هنا الفرح ممكن يبدا الساعه 12 او ممكن قبل كده بشويه او بعد كده بشويه بس، وهيقعد لغايه الفجر. فهنا لازم تبقى كده نايم كويس وشاحن باور عشان تقدر تصمد لاخر الليله. الاوتفيت بتاع اول ليله حبيت ان انا ابقى داخله في الفايبس شويه كده، ولابسه حاجه فيها لمعه شويه كده عشان تبقى سواريه،
وده الداير حبيت احط التاتش النوبيه في الاوتفيت عشان ده من ضمن الاكسسوارز اللي هي تبع الفلكلور النوبي. فحسيته لايق على الموضوع، وان انا لو حطيته هيبقى في الفايبس قوي. بس احنا خلصنا الليله. خلصنا والله. لا اليوم النهارده كان طويل قوي، احنا من الفجر وصلنا يعتبر. انا عن نفسي نمت نص ساعه الصراحه. لا نمت دلوقتي. لا صح نمنا هي دي اللي فوقتني. عمالين ننام ونقوم، بس نوم مش مطول. عايزين ناكل بقى. ناكل امتى بقى؟ عشا. ده اندومي مش عارفين اخر الليل ولا اول اليوم. الساعه 5 ونص الفجر. بحبها ايه نص سوا. نص سوا يعني بحبها سوا. صباح يا اخواتي، لسه صاحيين. تعال بقى ايه نشرب شاي. مش بشرب شاي بس انا هشرب ده. تعالوا اوريكم نشربه فين بقى. ايه الصبح كوبايه الشاي، حاجه على الرايق كده. نخرج نفطر على الديوان في هذا المنظر كده. صباح الخير يا جدة. صباح الخير. صباح النور يا حبيبتي، يا مرحبا. تعالي تعالي. نهاركم لمع ومنورين الشارع. انت اللي منور بيكي والله. منورين الشارع. مولتو ونسكافيه بس انا ما بحبش الشاي. المفروض هنا بناكل الجرجوش والشاي بلبن بس انا ما بحبوش. يا جماعة الهدوء هنا رهيب. مش عارفة سامعين صوت العصافير ولا لأ. تحس انت بتروق لما بتيجي هنا. الهدوء مفيش صوت خالص ازعاج غير العصافير بس. رايق رايق رايق. النهارده الاثنين يبقى كده معناه ايه؟ يعني النهارده سوق الاثنين. ده سوق بيبقى مفتوح يوم الاثنين بس، بيبقى فيه كل حاجه انت عايزها. فجدة بقى بعتتنا نروح نشتري لها شويه طلبات، فتعالوا معانا عشان نشوف السوق ده عباره عن ايه. بعد كده بنات الكيلو لسه ب50 طماطم. دخلنا السوبر ماركت دلوقتي عشان الدنيا حر بره موت، فدخلنا في التكييف شويه. ايه رايك فينا واحنا شاطرين وجايبين الحاجات اللي انت عايزاها كلها؟ يا يمنا وحالاتك. وحالاتنا جايبين كل حاجه. بس عشان تعرفوا يا جدة، بس احنا ما بنتمرمطش كده في القاهره. الفراخ هي دي الفراخ، ما تحطهاش هنا. الفراخ فرهدت مننا من الحر. ساحة التوك توك. الحمد لله على سلامتك. ولا اكلت ولا شربت. جبنا فطار. بصوا يا جماعه ده الميكرويف بتاعنا. العيش كان في الفريزر، حطيناه هنا شويه ومفيش 5 دقايق خلص فك وبقى سخن وجميل. شوف ميكرويف رباني طبيعي. فتنس وصل. عم ماهر ازيك يا عم ماهر، عامل ايه؟ تعالى اتفضل شويه. بقول لك مفيش ناس في الشارع. مفيش حد. كلمني. الحمد لله على السلامة. يا عيني على الحلو لما يبهدلوا الأيام. شغالين لغايه دلوقتي جه من على القطر على اللاب على طول. يلا ربنا يعينك. يلا خلص عشان نلحق نروح الليلة. نروح الليلة بقى. اي شوف هنا نروح الليلة. روح نام هناك. كده بتعمل لنا أكلة من أكلات البلد دلوقتي. البلد وعيش دي ملوخية وعيش دوكي. اهو هو ده العيش الدوكي، ده عيش البلد. وعشته انا. انت لا كده كدبه جدا، احنا اللي جبناه الصبح بقى.
انا عشته. لا مش انت ده حاجة شبه الكريب، هو ده زي العيش السوري كده بس طعمه مختلف شوية. وري هو ده نفس فكرة العيش السوري، خفيف كده وكركان من غير خلاط. ايوه، وبتعمل ده مفروض زمان دي كانت الطريقة المعتادة في فرك الملوخية. هي بتبقى ورق يا جماعة واحنا بنقعد نفرك فيها كده. بس مع التقدم بقى فيه الهاند بلندر، هو ده الهاند بلندر بتاع زمان. هاتي ملح ولا ولا فيها. اسخن لك دي ولا؟ دي تستخيني؟ اسخنها دي بقى لها حبه. دي الطشة بتاعتها بقى. يا حالاتك يا نايمة. حكاية البلدي. ايوه يا خزنة. يا حزن. ايه يا خير؟ طب بتعمل ايه بس؟ طب بترش الحيطة؟ عشان الالوان تبان. فكرة الرش، اديها مية تديك طراوة. كلب هاسكي كده من كلاب الشارع، بقيناش عارفين ده كلب هاسكي ولا ديب، فاحنا مش عارفين والله. يا لهوي. بس عادي، هو الديب مش بيعمل حاجة تقريبا للبني ادمين. بصي يمسكوا في بعض. ايوه خناقة. مش هيخلي. لا ايه ده سابه. بس والله كانوا يشدوا فين التاني اللي او كده كلب، طالما ما زموش عليه يبقى كلب. بص لفوق والله ده هاسكي معرفش ايه اللي جابه هنا. بصوا يعني ما شاء الله. ده لو اتسرح له شعره خد شاور بس كده. بص هنا يا ابني. لا وهاسكي بياكل كيك وحاجه كده. لا وديله اصلا يعني ماما كان. وحتى ده على فكره مش بلدي تحسيه كله متهجن من حاجه. سبحانه. تعالى استنى عشان نحط لك وجبه الغدا. انت فطرت كيكه، حط لك فراخ دلوقتي. يا ديله بجد والنبي خليك. نحبسه طب ولا لا؟ عشان والله هو حلو. لا حلو ان هو بي لو حد غريب فاهمه كان الجو ده عمل كده. الراجل بتاع خضار الصبح استنى نجيب له فراخ. جعان. وليه بقول لك جعان؟ ما بنسمع بعض. خد معايا. استنى ببص اتلم. لا دخل البيت ده. ما عندوش حدود، الاثنين التانيين ما بيدخلوش. ده بتاع ما بدري ده يا حمار. ده اكتر واحد فيهم شرير. ده الوسط، وده طيب. ده عبيط قوي. ده ايه والنبي اللي هو عبيط والله، بياخدوا اكله. الدنيا معايا. تدخلش عشان جدة هتزعلك. باي يا جماعة. بس هنا تذكيرا لذكرى والدي الله يرحمه، كان بيحب المكان ده، كان بيقعد هنا تحت الشجرة دي، واللي رايح واللي جاي يسلم عليه. فالصراحة ما لقيتش مكان انسب من ده ان احنا نختم فيه الفيديو. بس قبل ما نختم الفيديو متنسوش تدعوا لوالدي بالرحمة. وبس كده الفيديو لغاية هنا خلص. متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ونشوفكم في فيديو جديد. عديلة.